انت عارف ايه هي اسوأ حاجة ممكن تعملها في حياتك؟ حتة انك انت بتحاول ترضي الناس. حتة ارضاء الناس دي بتدمرك، بتفتتك حتت. الناس عمرها ما هترضى. ده بخلاف انك انت المفروض ما ترضيش الناس. ترضي ليه الناس اساسا؟ سواء اذا كنت هتستناها ترضى ما ترضاش. المفروض انك انت تتعامل باحترام مع الناس، بس ما تستناش رضا الناس برضو في نفس الوقت. في يوم من الايام كنا قاعدين انا وشوية صحابي في كافيه، كنا بنتكلموا في موضوع مهم. كل واحد فينا بيقول رأيه بثقة، ما عدا واحد بس فينا كان قاعد عمال يهز في دماغه ويقول لك ايوه واوكي وموافق وانت كلامك صح وانت كلامك مظبوط ومش عارف ايه، وهو ما بيديش رأي. المهم بعد ما خلصت القعدة رن عليا وقال لي انا يا احمد كنت حاسس ان ماليش لازمة في القعدة دي، وحاسس ان كل واحد بيقول رأيه وانا ماليش رأي، وكان في كلام بيتقال ما كانش عاجبني فما كنتش راضي يعني اعدل على الكلام ده او اقول رأيي. قلت له ليه؟ انت يعني مثلا مش عايز تزعل حد، عايز ترضينا في القعده وبس وكده؟ قال لي ايوه. انا مش عايز اقول كلمه مثلا تضايق حد بتاع. قلت له دي اكتر غلطه ممكن تعملها في حياتك، انك انت يكون عندك راي عايز تقوله، او في كلام بيتقال انت مش عايز تسمعه ومش عايز تقبله ومش راضي بيه عشان خاطر ترضي اللي قدامك او ترضينا، وانت كنت غلط في القعده دي عشان كنت عايز ترضينا بس. قلت له بعد كده لما نكونوا قاعدين في اي قعده لازم يبقى لك راي. لما يكون عندك حاجة عايز تقولها قولها، ولما تكون سمعت حاجة مش عاجباك عدل عليها، قول أنا والله الحاجة دي مش عاجباني والله الحاجة دي غلط مش عارف ايه، يعني قول رأيك. المهم يعني ما تبقاش قاعد القعدة مثلا استنى انك انت ترضي اللي قاعد معاهم، سواء اذا كنا احنا او اي حد تاني. طبعا بيقول لك ان مثلا الاسباب اللي تخلي البني ادم يحاول يرضي الناس هي انك انت بتبقى عايز القبول الاجتماعي، بتبقى عايز الناس تحبك. لان ممكن مثلا يبقى في مجموعه من الناس حابينك، هم حابينك لان الراي واحد، بس انت مثلا لو اختلفت معاهم في الراي هم هيكرهوك وهيطردوك مثلا من المجموعه. زي ما كان بيحصل زمان، كان بيقول لك اللي بيبقى ليه راي مختلف في الجماعه كانوا بيطردوه بره. تاني حاجه انت بتخاف من الرفض. الشخصيات دي بتخاف من الرفض، يعني اللي هو مثلا لو ليه راي عايز يقوله والناس ما عجبهمش الراي بتاعه يقولوا لا انت رايك غلط، انت كلك على بعضك غلط، فهو يزعل ويتضايق ان هو رايه اترفض، فبيخاف من الرفض فبيسكت خالص وما بيتكلمش. تالت حاجه بيقول لك بسبب الطفوله او بسبب التربيه. زمان كان زمان يقول لك ايه مثلا في اي قعده لما تكون صغير وقاعد مع الناس يقول لك اسكت ما تتكلمش، ما ينفعش الناس الكبيره بتتكلم انت ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش يكون لك راي، وده غلط تماما. يعني مثلا لو حد قدامك صغير بيقول رايه اسمع منه رايه وعدل عليه وبتاع، لكن حته ان كلامك غلط انت مالكش راي مش عارف ايه، ده بيعمل حاجات مش حلوه لما يكبر قدام. فالحلول بقى اول حاجه قول لا، قول على الحاجه اللي مضايقاك لا. انا مثلا مش عايز اخرج النهارده معاكم بره، لا مش هخرج. الشغل ده مثلا مش حلو مش هشتغل. الحاجه دي مش عجباني ومش مريحاني نفسيا مش هشتغل. اللي قدامك زعلان يتفلق. انت يا عم في ايه يا عم؟ هو راحتك النفسيه ولا راحه اللي قدامك؟ ما يتفلق اللي قدامك بس. هو ده الطبيعي وهو ده الصح، انك انت ما تبصش على رضا الناس. انا ايوه فعلا اللي هو ايه، ما تنطحش في الناس، ما تتكلمش مع الناس بطريقه مش حلوه طالما ما اعتادوش عليك، بس لا بكل بساطه الحاجه دي انا مش مريحاني انا مثلا فمش هعملها. الحاجه دي انا مش راضي بيها فمش هعملها. انت شايف ان هي راضياك ومريحاك اعملها انت يا عم. انت بتغصبني ليه انا على حاجه انا مش مريحاني؟ حاجه خلي لك حدود وخلي لك قيم ومبادئ وحاجات زي كده. يعني اللي هو مثلا في واحد اتنين تلاته الحاجات دي ما ينفعش حد يجي يتعدى حدوده معايا فيها. اللي هو يعني مثلا ما تجيش انت مثلا تغصبني على الحاجه دي، او الشغل ما يجيش يغصبني على الحاجات دي، او اي حاجه في الدنيا. الحاجات دي مش هرضي فيها اي حد، الحاجات دي بتاعت انا. دي بقى الحاجات اللي انت تعملها لنفسك، تأسسها لنفسك وتكتبها لنفسك. الحاجة التالتة خدها قاعدة في حياتك، محاولة إرضائك للناس هيساوي تعب نفسي لك انت، وهيساوي انك انت دايما هتحاول انك انت ترضي الناس وتتعب في نفسك انت بس. لكن محاولة انك انت ما بترضيش الناس هيساوي راحة نفسية لنفسك بس. حتة انك انت ترضي الناس وتحاول تدور والله العظيم الشخص ده زعل مني، والله الشخص ده مش عارف، تفضل تديله في مبررات ومش عارف ايه. ايوه فعلا انت ما ينفعش تضايق في الناس ولازم تديله مبررات مثلا في حاجه انت مثلا المحتدي فيها وانت اللي مقصر فيها.
لكن يكون انت مش مقصر وانت مش معتدي وتفضل تديله مبررات عشان خاطر ترضيه، انت كده بتدمر نفسك وبتفتت نفسيتك وثقتك بنفسك حتت. بس اول حاجه ما ترضيش الناس على حساب نفسك، وما تجيش على نفسك عشان خاطر ترضى حد او اي حاجه تانية، سواء شغل اي حاجه تانية. وبس يا اخواتي، كده بقى خلص الفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. واكتبوا لنا الاراء بتاعتكم في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.